قبل ما نبدأ حلقتنا اتمنى ما تنسوش الدعاء لأهلنا في غزة. وقبل ما نحكي القصة دي خلينا اطلب منك حاجة واحدة بس، اسمع القصة بتركيز وافتح قلبك قبل ودنك، لأن اللي هتحضره دلوقتي مش مجرد فيديو، ده درس وعبرة. كل ثانية في الفيديو ده ممكن تكون سبب انك تاخد بالك اكتر، تحمي ابنك او بنتك من مصير بشع، مصير ملهوش رجوع. والقصة دي رغم وجعها ممكن تكون سبب في إنقاذ طفل، أو حتى إنك تراجع نفسك وتشد إيدك على إيد ابنك أكتر. رجاءً اسمع القصة للنهاية وتفاعل مع الفيديو حتى لو بلايك عشان نوعي أهلنا ونحافظ على أطفالنا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملفات سرية. أنا صاحب القناع وإنت في العتمة. قصتنا حصلت في قرية صغيرة في محافظة دمياط، وتحديدا في 2015، أما دخلت واحدة اسمها راشا لاسم شرطة مدينة فرسكور وبلغت عن اختفاء ابنها محمد اللي كان عمره في الوقت ده 5 سنين. وقالت الأم في البلاغ إنها من قرية كفر العرب التابعة للمركز، وقالت إن في يوم الاختفاء كانت قاعدة هي وابنها وبنتها قدام البيت، وما دخلت البيت للحظات وبعدها خرجت ما لقيتش محمد في الشارع، وبقت تدور عليه في كل مكان بس برضه ما لقيتهوش. وفي اليوم ده الأم كانت هتموت من القلق على ابنها وما بقتش عارفة تعمل ايه. خرجت وبدأت تدور على ابنها قدام البيت وتنده عليه وتسأل عليه الجيران كلهم، بس كله بيقول انه ما شافش محمد ما بقاش ليه اي اثر في المنطقة كلها. ساعتها الرعب مسكها ولفت في القرية كلها وما سابتش ولا بيت الا لما سألت فيه. وفي نفس اليوم بالليل كان في فرح، وحتى الفرح دخلته وسألت فيه عن الطفل، وفضلت تدور وسط كل المعازيم لكن برضه بدون أي أثر، عشان بعدها ب48 ساعة تروح تحرر محضر باختفاء ابنها. بس الأسرة ما توقفش لحد هنا، وبدأوا يلفوا في القرية كلها والقرى المجاورة بعربية بميكروفون، وأهل البلد كانوا بيساعدوهم. وفضل الوضع ده على كده لمدة شهر بدون أي نتيجة، وعلى أمل من الأهل والجيران إنهم يلاقوا الطفل أو يوصلوا لأي حد شافه. وتعدي الأيام ولسه محمد مظهرش ولا ليه أي أثر، وحتى الشرطة برغم مجهوداتها المكثفة ما كانتش قادرة توصله. وفي الوقت ده الأب والأم بدأوا يوزعوا صور الطفل ويعلقوها على الحيطان والأبواب والمحلات، حتى بدأوا يرفعوا صور محمد على الفيسبوك يمكن حد يتعرف عليه. وساعتها كل الناس بقت عارفة قصة محمد واختفائه، وفضلت الأم مستنية اتصال من أي شخص على أمل إن يكون حد شافه أو يعرف عنه أي معلومة. وتمر الأيام ومفيش أي جديد، لحد ما في يوم يجي اتصال من شخص ويقول لهم إنه شاف محمد في اسكندرية ويوصف لهم العنوان اللي شافه فيه. ساعتها الأم والأب ما يترددوش ويروحوا على طول على العنوان اللي الشخص المجهول بلغ بيه، لكن لما وصلوا ما لقوش أي أثر ليه. فرجعوا اتصلوا بالشخص اللي وصف لهم العنوان، بس الغريب إن الراجل ده قال لهم ساعتها إنه كان بيهزر معاهم. فرجعوا على البيت والحزن والإحباط مالي قلوبهم بسبب الشخص السخيف ده اللي استهتر بمشاعرهم وحزنهم على غياب ابنهم. بس الأم ما يقستش ولا لحظة، وكانت دايما بتقول إنها حاسة إن محمد موجود قريب منها وإن أكيد هتلاقيه في يوم من الأيام. وتمر الأيام ويعدي الشهر التاني من البحث، وتوصل لهم مكالمة غريبة جدا، والمكالمة دي كانت من القاهرة. والشخص اللي اتصل بالأم قال لها إن محمد موجود عند تاجرة مخدرات، وإن الست دي مشغلة محمد معاها، وبعت لها كمان صور لمحمد مرة وهو واقف في الشارع ومرة وهو واقف في بلكونة بيت. وبعد ما الأم تنهي المكالمة تروح بسرعة على العنوان، لكنها لما وصلت ما لقيتش الطفل هناك، ومعرفتش توصل للست اللي الشخص قال لها عليها. ولما رجعت تتصل بالراجل ده تاني قال لها إنها مش هتشوف ابنها تاني، عشان تكتشف الأم إن الشخص ده شخص مريض، وكل الصور اللي بعتها لمحمد كانت صور مزيفة. والأم عشان كانت بتتعلق بقشاية كان أي حد يتصل بيها ويقول لها أنا عارف طريق محمد كانت تصدقه على طول وتمشي وراه، لدرجة إنها لفت على محافظات مصر كلها وسألت في كل المستشفيات، ونزلت صور محمد على صفحات الفيسبوك على أمل إن حد يتعرف عليه.
ده غير الناس اللي كانت بتتصل بيهم ويبتزوهم ويطلبوا منهم يشحنوا لهم أو يبعتوا لهم مبالغ مالية عشان يدلهم عليه. وللأسف الأم المفطورة على ابنها كانت بتنفذ طلباتهم، على الرغم من إنها كانت مقتنعة تماما إنهم نصابين، لكنها كانت بتقول جواها يمكن حد منهم يطلع عارف مكانه بجد. واستمرت معاناة الأم والأب لمدة 8 سنين كاملين من غير ما يوصلوا لمعلومة حقيقية عن محمد. لكن الأم كان لسه عندها إحساس إنها هتلاقي ابنها، وفعلا إحساسها طلع صح. وقدام بيت الأسرة كان في بيت جديد، وكان البيت ده تحت الإنشاء، وكان لسه كله على الطوب الأحمر. وكان صاحب البيت ده مسافر بره مصر، وكان ساب البيت لسنين طويلة بعد ما بنى أول 4 أدوار من البيت، ويقرر إنه ما يكملش تشطيب ويسافر عشان يجي واحد مقاول يتصل بصاحب البيت القديم ويطلب منه إنه يشتريه، وفعلا يوافق لأنه كده كده ما بينزلش مصر كتير، والبيت ملهوش أهمية عنده ولا مستفيد بيه. وبعد كتابة العقد الراجل بدأ في تشطيب البيت على طول، والعمال بدأوا يشتغلوا في أول دورين، وكل دور كانوا بينتهوا من تشطيبه كانوا يطلعوا على الدور اللي بعده. وفي يوم الخميس 18 مايو 2023 العمال يدخلوا الدور الرابع عشان يبدأوا شغل فيه، اللي كان بالفعل في رملة كان سايبها صاحب البيت القديم لغرض التشطيب. ومن ساعتها والرملة موجودة زي ما هي في الشقة اللي في الدور الرابع. وفي وسط ما العمال كانوا بيجهزوا المونة استخدموا الرملة اللي في الشقة دي، ويتفاجئ واحد من العمال وهو بيشيل الرملة إن في حاجة بتخبط في الكوريك ده، غير إن شكل الرملة غامق وكان غريب. فبسرعة ساب الكوريك على الأرض وبدأ يحفر بإيده، والصدمة لما لقى قدامه عظم بني آدم. ومن الرعب ما كانش مستوعب ولا مصدق اللي قدامه، وبسرعة بلغ المقاول اللي جايبه عشان يطلع ويبدأ يحفر في الرملة عشان يكتشف هيكل عظمي كامل، واللي كان واضح جدا من الهدوم اللي عليه إنها تخص طفل. فاتصلوا فورا بالشرطة، وأول ما الشرطة راحت على المكان وعاينت الجثة اشتبهوا إنها ممكن تكون جثة الطفل المفقود محمد اللي تم اختفائه من 8 سنين. وده طبعا لأنهم لقوه بنفس الهدوم اللي كانت أمه مصوراه بيها، في نفس الصور اللي كانت ساعتها مالية البلد كلها، وحتى لقوا نفس الصندل اللي كان متصور بيه. الناس ما نسيتش أبدا الصورة دي، لأنها كانت كل ما بتتقطع أو بتدوب بترجع الأم والأب تاني يعلقوا صور جديدة. كانت دايما صورة الطفل موجودة في ذاكرة كل شخص في القرية. بس الغريب في الموضوع إن لما الشرطة وصلت وبدأت الناس تتجمع، أم الطفل سألت الناس اللي كانوا واقفين حوالين البيت عن سبب التجمع. وأول ما قالوا لها إن العمال لقوا جثة في البيت، ساعتها الأم قالت إن دي جثة محمد ابنها، ده حتى من غير ما تشوف الهدوم ولا الصندل. وكأن قلبها كان حاسس وكانت عارفة إن ابنها قريب منها وموجود جنبها، ولكنها فضلت تدور عليه في مصر كلها طول 8 سنين. والغريب كمان إن الأم خلال الفترة دي كانت دايما بتقعد قدام البيت ده وتدخل كمان تدور فيه، يعني طول الوقت جثة ابنها قدامها ومش شايفاه. الشرطة بعدها بدأوا يسألوا الأم بعد ما عرفوها وأكدوا لها إن الجثة جثة ابنها لو كانت بتشك في حد معين أو في حد ممكن تتوقع إنه يعمل كده. بس رد الأم إنها قالت لضابط المباحث إن محمد ما كانش بيمشي مع أي حد حتى لو عارفه. ودي كانت معلومة مهمة جدا بالنسبة للمباحث، لأنهم كانوا شاكين إن القاتل ممكن يكون خطف الطفل وقتله لسبب من دول. الأول عشان يطلب فدية، والسبب التاني إنه بيحاول ينتقم من الأهل. أما بالنسبة للسبب التالت فهو إن القاتل شاذ جنسيا وخد الطفل عشان يعتدي عليه جنسيا. بس محدش طول ال8 سنين دول طلب فدية من الأهل، ده غير إن حالتهم المادية كانت بسيطة، وكمان مفيش عداء ولا مشاكل بينهم وبين أي حد من أهل القرية. فبالتالي المباحث تستبعد السبب الأول والتاني، وتبدأ المباحث تدور في القرية عن المشتبه فيهم اللي ممكن يكونوا قريبين من السبب التالت. وفعلا قدروا يوصلوا ل3 أشخاص مشتبه فيهم، بس التركيز الأكتر كان على واحد منهم، لأنه معروف عنه إنه شاذ جنسيا وإنه كان ليه سوابق في الاعتداء على أطفال.
وإن في أهالي كتير شهدوا عليه إنه اتمسك كذا مرة في واقعه وهو بيحاول يعتدي على طفل، بس ساعتها كان الموضوع بيخلص بقعدة عرفية وبيتم تغريمه فلوس أو يتضرب من الأهالي، وإنه اتحرر ضده محاضر كتير، وكان متهم في قضية اعتداء جنسي واتحبس فيها 3 شهور. والحاجة التانية إن الشخص ده كان جار من جيران أسرة الطفل وعلى معرفة بيهم. والغريب إن سنة 2015 وقت اختفاء الطفل، أما النيابة ساعتها سألت الأم إن كانت شاكة في حد، وأول واحد اشتبهت فيه هو الشخص ده، ولكن ساعتها ما كانش فيه أي إثبات ومفيش أي شهود على إنه خطف الطفل. واتحبس المتهم ساعتها 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلع لعدم كفاية الأدلة. عشان نرجع لليوم اللي اتلقى فيه جثة الطفل، وبعد ما المباحث تجمع معلومات عن الشخص ده يتم القبض عليه واستجوابه. بس يا ترى مين هو المتهم ده؟ المتهم اسمه محمد رمضان، ومشهور في القرية باسم تيتا، وفي وقت وقوع الجريمة كان عنده بالظبط 19 سنة، وكان المتهم شاذ جنسيا، وكان بيتحرش بالأطفال أو يعتدي عليهم اعتداء كامل، وكل مرة كان بيعمل فيها كده كان بيتضرب من أهل القرية، وبرضه يرجع ويكرر نفس الفعل اللي عمله تاني. وأوقات كتير أهل المتهم كانوا بيتدخلوا في الموضوع ويخلصوه بأنهم يدفعوا غرامة كنوع من أنواع التأديب، وأسر الأطفال كانوا بيوافقوا حفاظا على سمعة أطفالهم. وبعد ما تم الإفراج عنه بقضية التحرش بشهر واحد، سافر على الكويت واشتغل، وفضل عايش هناك لمدة 8 سنين، ورجع قبل فترة قصيرة من اكتشاف جثة محمد. ولما الشرطة قبضت عليه وفي التحقيقات اعترف بكل حاجة بالتفصيل، الاعترافات اللي كانت صدمة ووجعت قلب كل اللي سمعها. المجرم قالوا انه شاف محمد وحبه وقرر انه يعتدي عليه، بس ساعتها ما كانش عارف هياخده ازاي، وفضل كام يوم رايح جاي من قدام بيت اهل محمد عشان يراقبه. وللأسف محدش وقتها خد باله من اللي بيخطط له المجرم ده، لحد ما في يوم يشوف محمد وهو بيلعب لوحده قدام البيت اللي لقوه فيه جثة، وقرب ساعتها منه وفضل يتكلم معاه، وقال لمحمد انه هياخده ويجيب له حاجة حلوة، بس بشرط انه يطلع معاه البيت الفاضي ده الاول عشان يديله الحاجة الحلوة فوق. وفعلا ياخده على الدور الرابع ويبدأ يعتدي عليه ويصرخ الطفل البريء بأعلى صوت، لكن محدش يسمعه. وطبعا من خوف المجرم من الفضيحة يقرر ساعتها انه يقتله، ويلاقي خشبة مرمية على الأرض فياخدها ويضرب بها محمد على دماغه. ولما فضل محمد يصرخ بصوت عالي، طلع سكينة كانت معاه وطعن بها محمد في ظهره 3 طعنات عشان يزهق روحه البريئة بكل وحشية وإجرام. ولما اتأكد انه مات دفنه في الرمل عشان يخفي الجثة، وبعد كده نزل من البيت من غير ما حد يشوفه، وراح رمى السكينة في الصرف عشان يخفي أي دليل على الجريمة. في نفس اليوم بالليل لما جاله الخبر ان أهل محمد بيدوروا عليه، راح وفضل يواسيهم وفضل يدور معاهم. وبعد اتهام ام محمد ليه انه خطف ابنها، وبعد ما اتحبس 4 أيام على ذمة التحقيق، يرجع تاني على بيت أهل محمد عشان يدور معاهم. وفي اعترافاته قال انه حس ان الموضوع ممكن يتكشف، وقتها قرر انه يحضر اوراقه ويسافر خلال شهر. ولما وصل الكويت كان بيتابع الموضوع اول باول، وكل ما كان بينزل اجازة كان بيروح لأهل محمد ويسألهم اذا كان في اخبار جديدة ولا لا. ده حتى كان بيعرض عليهم المساعدة، وكل ما يبقى مطمن ان محدش كشف السر كان يرجع تاني على الكويت. وبعد 8 سنين حس ان خلاص الموضوع اتنسى، وان محدش هيوصل للجثة ولا هيكتشف اللي حصل، لكنه اتفاجئ ان في عمال شغالين في البيت. ساعتها حس ان الخطر رجع تاني، وحاول اكتر من مرة انه يطلع ياخد الجثة عشان يخفيها، ولكن بسبب ان العمال كانوا شغالين في البيت طول النهار وبالليل يقفلوا باب البيت، ما قدرش يطلع البيت وتفشل خطته في انه يخفي الجثة. ودي طبعا حكمة من ربنا. وقال كمان انه ما كانش بيقدر ينام طول الايام اللي عدت عليه قبل ما يكتشفوا الجثة، بسبب انه كان حاسس انه هيتقبض عليه، لانه كان عارف ان الموضوع هيكتشف من العمال اللي شغالين في البيت. وطبعا المجرم بعد اعترافه بالتفاصيل مثل الجريمة في مكان الواقعة تحت تشديد امني، واتحبس بعدها على ذمة التحقيق لحد ما وصل تقرير الطب الشرعي اللي فعلا أكد إن محمد تم الاعتداء عليه جنسيا، وإنه كان مضروب على راسه من قدام بآلة حادة،
وإن سبب الوفاة الرئيسي هي 3 طعنات بسلاح أبيض، عشان بعدها تتحول القضية لمحكمة جنايات دمياط وتتم مرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع عن المتهم، وتحكم المحكمة في يوم 5 نوفمبر 2023 بإحالة ورق القضية لفضيلة المفتي، وده بسبب ال3 تهم الموجهة ليه، وهي الخطف والاعتداء والقتل العمد. وفي نفس اليوم اللي اتلقت فيه جثة محمد نزلت الستارة عن واحدة من أبشع الجرايم اللي شافتها دمياط. بعد 8 سنين من الحيرة والوجع رجع محمد لأهله، لكن رجع جسد من غير روح، رجع يحكي بصمته عن قسوة البشر وغياب الرحمة. القصة دي مش بس جريمة، دي درس لكل أم وأب إن لحظة غفلة ممكن تكلف عمر، وإن الدنيا فيها ناس بتلبس وش الطيبة وهي بتخبي وراها شر لا يخطر على بال. ويمكن العدالة اتأخرت لكنها اتنفذت. محمد رجع عشان يعلمنا إن مفيش أغلى من ولادنا، يعني ما نقولش ده جنب البيت ولا الشارع أمان، لأن الشر والخطر أقرب مما نتصور، فلازم نحافظ على ولادنا. وفي النهاية اللي ارتكب الجريمة ممكن يهرب سنين، بس عمره ما هيهرب من ربنا ومن عدله. أتمنى تشتركوا في القناة لو القصة عجبتكم، وتتفاعلوا مع الفيديو عشان الدرس يوصل لكل أم وأب ويتعلموا منه، يمكن يكون طوق نجاة لأولادهم. وما تنسوش تاني تدعوا لأهلنا في غزة. سلام عليكم.